ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الزبادي. ده لبن احنا مدفيينه لدرجه ان انت تحطي ايدك فيه كده يبقى دافي، مش سخن قوي ولا ساقع. تمام. كيلو اللبن احنا بحط عليه زبدايه. كان زمان الاول كنا بنحطه على كيلو لبن معلقه زبادي، بس دلوقتي لا، وبحطها بالقشطه بتاعتها. تمام. وبضربه كويس قوي 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 قوي. برضو لو عايزينه يبقى غني اكتر، تمام، انا اللبن اللي عندي ده دسم جدا، فعشان كده انا ما حطيتش عليه اللي انا هقوله لكم ده. ممكن تحطي عليه ايه؟ لبن بودره، معلقتين لبن بودره بتخلي طعمه تحفه. ده لو اللبن اصلا مش دسم. تمام، يعني لو اللبن انت حاسه ان هو خفيف حطي معلقتين بودره دول. تمام. لو وصلتي لغايه دلوقتي في الفيديو، اهم حاجه ما تنسيش تعملي لايك ومتابعه للقناه. تمام. واحنا بنضربه كويس قوي زي ما انتم ما شايفين، لان برضو بعد الضرب ده كله هيطلع فيه قطع صغيره ايه زبادي. تمام. احنا هنفضل نضرب فيه كويس قوي 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 وهنصفيه. تمام. اهوت انا كده خلاص خلصت ضرب. هنبتدي بقى اهوت هصفيه هنا في البراد اهوت. هتلاقوا برضو فيه كتل صغيره من الزبادي. اهوت هفضل بقى اصفيه كله وهرصه في الكوبايات. تمام. احنا هقول لكم بقى تعملوه ازاي احسن طريقه. انا مش بخمره بالطريقه اللي بتتعمل بيها ديت، لا، انا ببقى مثلا مش شغاله الفرن. كنت بعمل مثلا صينيه رقاق، اي حاجه بعملها في الفرن، بخلي الفرن بقى بعد ما اخلص خالص وهو سخن كده. اروح حاطه فيه الصينيه اللي انا هحط فيها الزبادي دي. لا بحط ميه ولا بحط اي حاجه، وبجد بيطلع تحفه. تمام. انا هو بصب الزبادي هو. تمام. هو الكيلو عمل معايا الخمس كوبايات دول وطبقين صغيرين كده. تمام. هو الصراحة بيبقى كميته حلوة وما شاء الله، يعني زي ما انتم شايفين انا هنا فصلت عشان كنت بصفي بقيته اهوت. تمام. بدخله بقى في الصينيه زي ما قلت لكم الالمونيا في الفرن، بس الفرن يبقى سخن جدا. بسيبه فيها 3 ساعات 4 ساعات، بس مش اكتر من كده يا جماعه. تمام. وتروحوا واخدينه بعد كده حاطينه في التلاجة. كلوا بقى تاني يوم الصبح اتفرجوا على الجمال والحلاوه والطعامه والوش الجميل المزبد التحفه. اهوت انا بوريكم الصينيه اهو. ده كده بعد ما دخلت سبته في الفرن 3 ساعات اهو مسك اهوت زي ما انتم ما شايفين. بجد يا جماعه لازم تجربوه بامانه خطير. اهوت. بصوا الوش، شايفين القشطه بتاعته؟ الوش القشطي التحفه ده اهوت. بصوا الزبادي، بصوا جماله، بصوا خطير. جميل جميل جميل، لازم تجربوه والله هيعجبكم جدا.